السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبصوا بقى، من زمان قوي ما عملتش معاكم فقرة المواعين. غسيل المواعين ده يا جماعة حاجة مقرفة، وكالعادة طبعا زي ما انتوا شايفين معايا كمية الكوبايات الرهيبة اللي انتوا شايفينها دي. انا عندي في البيت عندهم ادمان دلوقتي للشاي. معرفش، اللي رايح واللي جاي بيشرب في شاي. فالمهم يعني نبدأ الفيديو كده زي ما انتوا شايفين، بغسل في المواعين الكتير قوي ديت. واليوم دوت هاني كان عنده شغل بره، وقال لي هيجيب صحابه معاه يعني يتغدوا، 2 من صحابه معاه. فالمهم قلت ايه، ما اجهز بقى. فصحيت من النوم كان زي ما انتوا شايفين المطبخ عندي يضرب يقلب. كنت قبلها بيوم، انا بقالي كام يوم لو انتم ملاحظين ما نزلتش فيديوهات، وكنت تعبانة شوية، والمهم المطبخ عندي كان مكركب شوية. فقمت من النوم بقى قلت ايه، قبل ما ابدأ في اي حاجة في الاكل، لما يبقى عندك عزومة ما تعمليش اي حاجة ولا تبدأي في الاكل لما تكوني مشطبة المطبخ حواليكي، عشان تعرفي تقفي وتعرفي تشتغلي وتعرفي تعملي الاكل او الحاجة اللي انت بتعمليها. لكن طول ما انت شغالة في الاكل والحوض عندك في حاجات كتير، وفي بتبقي متنرفزة ومتضايقة ومش عارفة تشتغلي وبصوا تحسي كل حاجة متدربكة فوق راسك. دايما لما يبقى عندك عزومة، عندك حد جاي، انت عايزة تطبخي للبيت في اليوم العادي جدا، لازم تشطبي المطبخ حواليكي وتروقيه وتغسلي الحوض وتنضفيه، وبعدين تبدأي في الأكل بتاعك. المهم أنا زي ما انتوا شايفين قلت بقى أخلص الحوض. ودايما كده اما بغسل المواعين كل يوم كل يومين بغسل ايه، لو الفوط، طبعا الفوط بتاعت تنظيف الرخامة وكده طبعا يوميا بتتغسل. الفوط اللي بتبقى ناشفة بمسك بيها الحلل والحاجات ديت كل يومين تقريبا برضو بمسكها، امرشها كده مرشة كويسة وانضفها واخليها تنشف، وطبعا بستخدمها. وقلت اشطب الحوض برضو وانضفه معايا كده. انا عندي الحوض هنا مهاني كان او معرفش حد من الولاد قلب لي فيه صبغة اللي هي اللون الاسود دي، فبهدلت عندي الحوض معرفش ليه. المهم يعني قدر الله ما شاء فعل. وكده نبتدي بقى ندخل في اكل النهارده. قلت لكم قبل ما ابتدي في اي حاجه قلت هشطب الحوض معايا. المهم مسكت بقى السكينه عشان اخليها حاميه وتقطع معايا جامد، بعملها على حرف الرخامه زي ما شفتوا معايا كده، بتخلي السكينه نار ترجع كانك سناها بالظبط. فعملتها على حرف الرخامة ومسكت، كان عندي فرختين قلت اعملهم لان احنا والولاد وهاني وصحابه يعني وكده، وقلت ايه هعمل فرختين يعني. طبعا عندي الفراخ ببقى منضفاها كويس قوي قبل ما بحطها في التلاجة، بس برضو زيادة تأكيد وانا بقطع الفراخ زي كده برجع اغسلها تاني وانضفها كويس قوي. المهم بشطب بنضف الفراخ كده واعيد عليها تاني، فيها بواقي اي حاجة ريشة حاجة. وزي ما انتوا شايفين الفرخة التانية هبتدي برضو ايه اقطعها معاكم، بكسرها نصين كده، والنصين بعملهم ارباع، لان انا هعمل صينية فراخ مشوية بس في الفرن. هوريكم الطريقة بتاعتها تحفة بجد، طعمها رهيب يا جماعة. كل اللي دقها قال مش ممكن الفراخ دي تكون معمولة في الفرن، وفيها مزازة كده وطعمها حلو ورهيب. المهم خلصت الحوض وغسلت الفراخ، وقلت اسيبها شويه منقوعه في شويه ميه وملح كده على السريع، لان انا لما بغسلها في الاول ببقى حاطاها في ليمون بقى وملح ودقيق فالمهم قلت شويه ملح بس بصوت كده، لان هم مغسوله ونضيفه الفراخ معايا. قلت اشطب الحوض معايا. الحوض ايه يا جماعه؟ معلش إيه، انا بتوه. البوتاجاز. فبرضو على السريع كده انا بحب قبل ما اشتغل في البوتاجاز قبل ما اطبخ او اي حاجه اغسل البوتاجاز. وزي ما قلت لكم انا بقالي كام يوم تعبانه ومش كنتش قادره اعمل اي حاجه. ف ما كنتش مروقه يعني البيت، وما كنتش مروقه البوتاجاز. فالمهم قلت اما اقوم بقى مره واحده اخلص كل اللي ورايا واطبخ الاكل ايه زي ما انتوا شايفين كده. المهم كده خلاص. الناس اللي بتسألني ليه الطبق اللي في النص ده، عشان انا ما بستخدمش العين اللي في النص دي نهائي، وهي تقريبا باظت مني من كتر ما انا الاول كنت بحط عليها كل حاجة، ونزلت الحاجات فيها وقفلتها، قفلت العيون بتاعتها فباظت. فبعد ما نضفتها قلت خلاص بقى اغطيها، لاني مش بستخدمها نهائي، ما بستخدمهاش خالص. المهم رجعت تاني بقى اشطف الفراخ التشطيفة الاخيرة مكان الملح والحاجات اللي فيها، واخليها تصفي بقى ميتها عشان ابدأ اعمل
الفراخ. الأكلة دي يا جماعة من أولها لآخرها، من أول ما بدأت فيها لعند ما خلصتها، كل الأكل اللي عملته في ساعة ونص بالظبط. هو كان قايل لي هاني من بدري، بس أنا معرفش يعني كان على أساس إن هو هيجي بعد المغرب. لقيته الساعة 4 بيتصل عليا قال لي أنا طالع من المكان اللي أنا فيه قدامي بالظبط ساعة ونص وأكون في البيت، وعايز الأكل يبقى جاهز. المهم أقول لكم على طريقة الفراخ: بصلاية أو بصلتين حسب كمية الفراخ، طماطم، فلفل حراق، وليمونة بقشرها، فلفل أسود وكمون، شطة على كزبرة على ملح، وتوم بودر وبصل بودر معايا، وشوية جنزبيل وشوية قرفة صغيرين. الجنزبيل والقرفة ربع معلقة يا جماعة، الجنزبيل والقرفة ربع معلقة زي ما انتوا شايفين، وشوية خل. البهارات تاني معايا: شوية فلفل اسود، شوية كمون، شوية كزبرة. عندي خلطة بعملها كزبرة على شطة على كمون، بضربهم في الخلاط. توم بودر، بصل بودر، وبابريكا، وربع معلقة جنزبيل وربع معلقة قرفة. ضربت كل الحاجات دي في الخلاط مع الليمونة مع البصلاية مع الطماطماية مع الفلفل بقى، ان كان حراق براحتك بارد براحتك. بصوا بقى كده، وبدوق الملح بتاعي، وطبعا الملح معايا، وشوية الخل. حطيت شوية ملح تاني اظبط الحدق بقى، ومعايا شوية زيت صغيرين، انا ما بكترش الزيت. وبصوا بقى بقلب الفراخ بدخل فيها. انا هنا معلش كنت مسكت بالسكينة وخرمتها كده بس ما جاتش معايا، بس المهم ايه، انا قلت لكم يعني تخرموها بالسكينة كده. وبصوا ببتدي ادخل حتى تحت الجلد، بدخل التتبيلة دي معايا في الفراخ تحت الجلد، بين الوراك، في الصدر، في كل حتة بقدر اوصل فيها التتبيلة بتبقى تمام. يا سلام بقى لو انتي عملتيها من بالليل وسبتيها فيها، بتبقى رهيبة. بس انا للأسف الوقت ما اسعفنيش يعني. فالمهم عملتها على طول ودخلتها. الكاميرا دي بقى اللي هي بتاعت الغطا اللي انا عملته ده، الفويل، بصوا يا جماعة بتخليها رهيبة. هنا طماطم انا بضربها، هعمل صينية بطاطس بس ما بتقفلي بقى. بدخلها الاول على اول نص ساعة على نار عالية، وبعدين بهدي النار شوية وبسيبها في الفرن تحت على النار، على الفرن من تحت يعني على السطح بتاع الفرن. طبعا محمود ضرب لي الطماطم هنا وبيمسح مكانه وبيشيل الخلاط. وفي الصينية التانية طبعا انا وقفت الولاد معايا لان انا خلاص كان الوقت مفيش، فخليت محمود وقف معايا بسرعة. عندي بصلاية، بصلتين كده بقطعهم طرنشات، شوية فلفل اسود وشوية كمون وشوية شطة على كزبرة على كمون تاني وشوية ملح زي ما انتوا شايفين. وبصوا قرن فلفل زي طرنشات او حتت صغيرة زي ما انت عايزة بقطعه، ولو واحد حراق يبقى تمام. بدعكهم بايدي بقى كده البصلة في قرن الفلفل، وبنزل عليهم بالبطاطس زي ما انتوا شايفين. ادي الطماطم اللي ضربتها في الخلاط بقلبها بقى كويس كده في البصلة مع الطماطم. هجيب شوية مية في الشفشق طبعا لان البطاطس عايزة مية، شوية زيت بقى من بتوع البطاطس المقلية، يا سلام بيخلوا صينية البطاطس دي رهيبة. بدوق الحدق طبعا، ولو عايزة حاجة تانية بزودها. حطيت بقى على النار زي ما انتوا شايفين على البوتاجاز من فوق، لان انا كنت حاطة الفراخ تحت، وسبتها عادي بتستوي خالص، وبتغطيها على نار عالية برضو في الاول، وبعدين بتوطي النار لعند ما تستوي. في عز بقى المعمعة اللي انا فيها دي قلت اما اعمل فنجان قهوة خلاص كنت فصلت. بدأت بقى ايه، طبعا هعمل شوية رز بشعرية. بنحمر الشعرية في شوية زيت حلوين، يعني ما تبخليش في الزيت وانتي بتعملي عشان يبقى الرز مفلفل وبيلمع كده، ما يبقاش ايه تحسي ان هو ناشف معاكي كده. بنحمر الشعرية، بقلب الرز شوية كويسين مع الشعرية عشان يطلع مفلفل معايا. وبعدين بحط المية عادي، انا بحط مية فترة مش سخنة وبسيب. بصوا بقى فنجان القهوة، يا نهار ابيض ايه ده، شايفين وش القهوة عامل ازاي. وقلت بقى ايه، هجهز عصير قبل ما يجوا. انا عندي المانجا دي مفرزاها معاكم قبل كده، بحطها زي ما هي، بغسلها واحطها زي ما هي حب كده في اكياس كبيرة عادي، وبربط الكيس واحطه في الفريزر. بصوا يا جماعة تقدروا تستخدموا المانجا دي في اي حاجة. الناس اللي بتحب تقطع المانجا قطع صغيرة وتحطها على ان كان كنافة، على اي حلويات تقدري، وهي مجمدة كده اول ما تبتدي تفك سنة بسيطة تقطعيها وتحطيها على الحلويات زي ما انت عايزة. المهم انا بستغل وهي مجمدة وبقشرها وبسيبها ايه تفك شوية. حطيت معايا توم اللي انا مفرزاه معاكم برضو شوية حلوين كده،
وده توم كان عندي والله من سنتين، التوم الاحمر ده كنت حاطه عليه فلفل وفي شويه زيت وهعملهم مع بعض كده. عندي طماطمايه بقشرها، بشيل القشره بتاعتها وبقطعها حتت صغيره. اول ما التومه تدبل مع قرن الفلفل الاحمر، لان ما كانش عندي فلفل احمر، فحطيت المتفرز، بنزل عليها بالطماطمايه ونص نص اسمه ايه ده، ماجي. بغطي بقى واسيبها عبال ما تتسبك كويس. بصوا الفراخ بقى، يا مش قادره اقول لكم طعم الفراخ بالطريقه دي كانها مشويه. وهعمل لها في الاخر بقى حته فحمه بتطلعها كانك عاملاها على الفحم بالظبط. والتتبيله دي كمان في الشوي حلوه قوي. بصوا بقى اتسبكت ازاي، الطماطميه دابت واتهرست ما فيهاش قطع. عندي بقى كيس اسمه ايه، شوربه، حاطاه في التلاجة معايا. جبته وحطيته. بص هنا غلت معايا الشوربه، نزلت عليها الملوخيه الناشفه. قلت هعمل شويه ملوخيه ناشفه كده معايا برضو تحلي الاكل يعني، ويبقى برضو ايه اصناف كتير معايا على السفره يعني. زي ما انتوا شايفين احلى طريقه الملوخيه الناشفه اللي انتوا شايفينها دي. بظبط الحدق طبعا وببتدي اقلب فيها بقى شويه حلوين كده. الملوخيه الناشفه بتغلي شويه، الملوخيه الخضراء زي ما قلنا قبل كده بتنزل وغلوه واحده وبطفي عليها. نزلت صينيه البطاطس تحت تاخد وش، وطلعت صينيه الفراخ فوق اخلص الميه اللي فيها لو اللي فيها شويه ميه انت مش عايزاها. قطعت المانجا زي ما انتوا شايفين حتت، وبحط عليها شويه سكر وميه، وانا بعملها تقيله شويه. دي مانجا زبده يا جماعه، المانجا اللي بتتخزن زبده، فخلاص موسم المانجا ان شاء الله من غير شهر او حاجه وداخل علينا. فاعملوا حسابكم بقى تخزنوها، بتنفع بقى في عصاير، في عزومات، في رمضان، كل سنه وانتم طيبين يعني زي كده. بصوا العصير بقى تقيل ورهيب، وبحطه في التلاجة. بنضف بقى مكاني كده. حتى كمان عملت السلطه، بجهز الطباق اللي انا ايه هغرف فيها، بكون مجهزه. بصوا بقى الصينيه بتاعت الفراخ ما شاء الله. هنا حطيت الفحم، انا اسفه كانت الكاميرا مطفيه وانا ما اخدتش بالي. في طبق بحط حته فحمه او حته قصدير، بحط الفحمه وعليها حته زبده، حته سمنه، شويه زيت، اللي انتي حباه. بس عموما السمنه بتدي طعم رهيب، بتخلي ريحه الفحم فظيعه. بدأت أغرف بقى كده. كانوا إيجو هاني وصحابه يعني. بدأت أغرف بقى زي ما انتوا شايفين كده. بدأت بالسلطة وقلت أجهز الرز معايا اهوت. قلت هغرف واحط على طول على الطبلية ويشيلوها الولاد ويطلعوا بيها على بره على طول، مش هخليهم رايحين جايين قدام الناس يعني، مش هتبقى حلوة. زي ما انتوا شايفين كده. الطبق كان هيتقلب. ادي شوية الملوخية اللي انا عملتهم، 4 طباق. ومعايا بقى ادي صينية البطاطس. يا سلام، رهيبة يا جماعة صينية البطاطس بالطريقة دي، جربوها طعمها بيبقى حلو قوي بجد، بأمانة طعمها حلو. بصوا بقى الفراخ، والفراخ دي بقى عايزة تاكليها وتستمتعي بيها، كليها بالعيش. والصوص بقى اللي فاضل منها تحت ده مش قادرة اقول لكم. بص انا بقيت احط في الطبق شوية من الصوص ده عشان ايه، وكنت مسخنه لهم عيش عشان اللي حابب ياكل بالعيش يعني. وجبت الطبلية في المطبخ، قلت اما احط عليها والولاد يشيلوها على طول ويطلعوا بيها على بره، عشان طبعا مش هنفضل رايحين جايين قدام الناس يعني. فحطيتها للولاد زي ما انتوا شايفين كده، وقلت لهم خدوا انتوا ايه شيلوها بقى قصاد بعض وطلعوها. وهما كانوا هياكلوا في الصالة اللي بره يعني. بعد بقى العزومة بعمل ايه في المواعين عشان اخلص من يعني، حتى لو ركنتها بلم الطباق وكل حاجة وبحطه في الحوض وافتح عليه المية زي ما انتوا شايفين، بحيث ان انا مكان الطبيخ، مكان الرز، مكان اي حاجة ما تفضلش لازقة في الطباق وتنشف. بحطهم في الحوض لو انا مش هغسلهم على طول، وافتح عليهم المية. غسلت الحلة الصغيرة اللي كانت مكان الملوخية وفضيت فيها شوية الرز اللي باقيين، لان انا عندي كان في حد ما اكلش، الولاد كانوا اللي فيه في درس بقى، معرفش كريم كان بره. المهم يعني قلت اللي هيجي هياكل. ففضيت الرز في الحله الصغيره وقلت اغسل بقى على طول وانا واقفه على الحوض كده، مره واحده اخلص منه. حلاوه بقى العزومات ان انتي لما تعزمي حد تكوني مجهزه نفسك من قبلها. يعني دايما انا حد جايلي او عندي عزومه، لا بظبط نفسي من بالليل، ببقى عارفه انا هعمل ايه. محضره نفسي. طب تعملي فراخ، هعمل ايه الصنف اللي جنبه، رز ولا مكرونه ولا هنعمل ايه. فزي كده. وادي بقى الطباق
بدأت اغسلها والكوبايات اخلص بقى في الحوض واشطب فيه. بيتهيألي معرفش انتوا زهقت مني زي فقرة الطباق دي ولا ايه؟ لان انا نفسي مليت. بصوا الكنكه انا بحب اغسلها من جوه كويس قوي عشان ما تبقاش فيها سواد يعني. احنا عارفين ان غلي الميه في الالمونيا بيخليها تسود كده من جوه، بس انا عندي الكنك بسم الله ما شاء الله بيفضل على طول نظيف يعني. بصوا بقى عندي سلكتين، يعتبر سلكه بغسل بيها الاول غسله سريعه وبشيل اي حاجه في الحله الالمونيا، وسلكه تانية بدعك بيها دعكه جامده. بصوا دي السلكه دي غسله على السريع كده في الاول، بشطف تشطيفة على السريع وارجع بالسلكة التانية. بصوا بقى بلمع تلميعة، بخلي بقى الحلة بتبرق. شايفين بقى منظر الحلة عامل ازاي؟ والغطا بتاعها نفس النظام، بتنضف معايا. هنا خلصت، ما كركبتش كل حاجة قدامي في الحوض، جبت بس الصحون والحلة. خلصت بقى كده، فضيت الحلة بتاعت الفراخ، شلت الفراخ بقى حطيتها في علبة كده معايا. بصوا نفس السلكة اللي انا بمسح بيها الاول او بغسل بيها غسلة بسيطة، وبعدين اجيب السلكة التانية اللي هي النظيفة للتلميع بقى. بتخلي الألمونيا تبرق. بصوا بتخليها رهيبة. هتشوفوا الصينية معايا ما شاء الله، انتوا تحسوا انها في ثواني اتغسلت، بس لا يعني طبعا انا مسرعة الفيديو كتير قوي. انا حبيت بس اوريكم فكرة ان انا بحتة سلكة بعمل حاجة وبالسلكة التانية برجع اظبط، بتخلي الحاجة تبرق معايا قوي. فزي ما انتوا شايفين ده روتين بقى، يوم عزومة كده، يوم في المطبخ من بداية عزومة لآخرها. شطب بقى الحوض تاني زي ما انتوا شايفين عشان بقى اقعد ابقى انا تمام. هنا خلاص هم على طول اتغدوا وشربوا العصير ومشوا على طول يعني، كان عندهم شغل فمشوا على طول، ما قعدوش يعني على قد بس العصير ومشوا. غسلت برضو الحاجة كده مكاني تاني لان الصواني دي كانت بهدلت. بصوا لميت الاكل هنا زي ما قلت لكم، كان في ولادي لسه منهم بره يعني ما اكلوش. وبدأت بقى انضف في الرخامة كده وارص الحاجات اللي اتغسلت مكانها. وخلاص كده بقى خلص معايا فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وبتمنى بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع السلامة.